من تاني ترم في الكلية وخاصة في الظروف اللي كان بيمر بيها المجتمع ساعتها، قلت لنفسي لو هتحقق حلمك لازم يكون عندك خطة واضحة وصبر لا نهائي. عرفت ان الصبر وعدم الاستعجال هم اهم المهارات اللي هيوصلوني للهدف اللي انا عايزه، لان دايما مقتنع ان مفيش حاجة هتيجي بالساهل. على قد تعبك وصبرك واجتهادك هتلاقي مكافئتك. بدأت استغل كل لحظة فاضية في يومي، ورسمت خريطة طريق للتعلم الذاتي، وحطيت لنفسي كورسات محددة على يوتيوب. واي كورس قبل ما اخده كنت بسأل نفسي هل ده هيوصلني للهدف اللي انا ماشي عليه ولا لا. ساعتها كنت بشوف ان تعلمي للانجليزي ما بقاش اختياري، لازم يكون جزء من رحلتي. كل يوم ساعة للانجليزي جنب البرمجة كانت بتزود من فرصي اكتر في السوق. كنت دايما ولا زلت على لينكد ان بقرا مقالات لناس عندهم خبرة، وباخد منهم المشاكل والحلول اللي بتواجههم وازاي وصلوا، وبدات ابني الطريق بتاعي. دايما الهدف اللي شايفه قدامي كان بيخليني اكمل. كل يوم جدول وكل مهمه عليها علامه صح بتديني دفعه وطاقه اكمل اكتر. والنهارده انا في السعوديه في وظيفتي اللي دايما كنت بحلم بيها. ولو سالتني ازاي وصلت لها، بالصبر واستغلال الوقت وخريطه طريق واضحه وتطبيق عملي وتعلمك للغه وبناء شخصيه سويه نفسيا وتحفيز ما بينتهيش. لايك وفولو وتحول لمبرمج.